مبادرة إنسانية نبيلة جديدة تتمثل في تسليم هبة من الآليات والتجهيزات الطبية لفائدة المستشفى المركزي بعاصمة جنوب السودان جوبا. وجلالة الملك حفظه الله رفقة رئيس جنوب السودان في المستشفى المركزي والمغرب بقيادة جلالة الملك يؤكد في كل مناسبة تحمل مسؤولياته بحماس كبير وبكل الاقتناع، تلبية واستجابة لطلب الأشقاء والأصدقاء الأفارقة في الترح الشعوب الإفريقية في المقام الأول. في دعم الصحة والتعليم والبنيات التحتية وتأمين الخدمات للأشقاء الأفارقة ليقوموا بدورهم المؤثر بمساعدة الشقيق الأكبر المغرب الذي آلى على نفسه إلا أن يكون سباقا بالمساهمة العملية والفعل الشعوب الإفريقية في المقام الأول. ومتعدد الأشكال والمكثف الذي يجمع المملكة المغربية بعدد من بلدان القارة الإفريقية. وتتألف هذه الهبة الممنوحة من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة من تجهيزات تهم وحدة طب العيون ومصلحة النساء والتوليد بمستشفى جوبا، وتضم على الخصوص بالنسبة لمصلحة طب النساء والتوليد 4 حاضنات و3 طاولات مسخنة وآلتين للتهوية و3 آلات للتصوير العلاجي وعددا من حزم لوازم التوليد والإنعاش بالنسبة للمواليد الجدد وحاجيات الشعب الجنوب سوداني. وبالمناسبة تقدم إدارة المستشفى المركزي لجوبا لجلالة الملك هدية عبارة عن زي تقليدي في مجملها تستجيب لحاجيات التنمية المستدامة. وباتباع المغرب هذا النهج يجسد حقيقة شعارها انتماء إفريقي متجذر وانخراط جاد وحازم لإقامة تعاون واسع بين دول الجنوب. بالجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوجهاته ومبادراته، فإن المملكة المغربية تقف دائما إلى جانب أشقائها الأفارقة وتواصل جهودها من أجل إقامة تعاون جنوب ملائم للحاجيات الخاصة بالقارة الإفريقية. وفي هذا الإطار أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس جمهورية جنوب السودان فخامة السيد سيلفا كير ميداردين بالعاصمة جوبا على تسليم هبة إنسانية هامة لفائدة ساكنة هذا البلد الشرق الإفريقي. وتندرج هذه الهبة الملكية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية مع بلدان القارة الإفريقية الشقيقة. وتتألف هذه الهبة من 267.5 طنا من مختلف المواد الغذائية، كما تشمل هذه الهبة 70 لوازم الحماية من الكوارث الطبيعية. ولقيت مبادرة التضامن هذه والتي قررها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ترحيبا يعمل على محتوى إنساني. إن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بجيم
وإن لم يعجبكم فكمان يمكن الضغط على عدم الإعجاب. وللتوصل بآخر الفيديوهات للقناة المرجو المشاركة في القناة عبر الضغط على سابوني أو سبسكرايب. شكرا.